السلام عليكم واهلا بكم في فيديو جديد. للاسف لمعظم الناس وانا منهم مفيش غير طريقين بس علشان تقدر تستقل ماديا وتترك الوظيفه بتاعتك. اول طريق وهو ان انت تحوش كل اللي تقدر عليه لمده طويله من الزمن، وليكن 20 25 30 سنه، وبعد المده دي كلها ممكن يكون معاك الفلوس اللي تقدر تخليك تسيب الوظيفه بتاعتك او تعيش على المعاش زي ما بيقولوا. الطريق التاني وده اللي انا جاي اتكلم عنه النهارده، وهو شراء الاصول اللي بتولد عائد اللي ممكن تخليك تعرف تسيب وظيفتك في وقت اقرب بكتير. بدون الدخول في رغي وتفاصيل كتير، يلا نخش بينا على اول اصل من الاصول دي. انا النهارده جاي اتكلم على 3 اصول بالظبط انا نفسي بستخدمهم، ودول اللي انا عايز اتكلم عنهم النهارده، ودول اللي انا متاكد ان هم هيفيدوا اي حد ما جربش الموضوع ده او ما جربش ان هو يستفيد من الطريقه دي علشان يعرف يوصل للاستقلال المادي والحريه الماليه. طيب اول نوع معانا وهو الديفيدند ستوكس او الاسهم اللي بتوزع عائد. الاسهم دي موجوده كتير قوي في كل بورصات العالم، كل بورصات العالم عندها الاسهم او نوع الاسهم اللي بيوزع عوائد على المستثمرين بتوعها، سواء بقى في اسهم بتوزع عوائد كبيره وفي اسهم بتوزع عوائد صغيره. بس عامه النوع ده من الاسهم بيبقى كويس جدا للمستثمرين طوال الاجل، خصوصا لو هم عايزين فعلا يعيشوا على العوائد. وبالنسبه لي هي احسن بكتير قوي من ان انت تشتري شهادات في البنوك. الاسهم دي بره مصر زي شركات كبيره قوي في كوكاكولا، جونسون اند جونسون، وماكدونالدز. لكن برضو اللي ناس كتير ما تعرفوش ان جوه مصر في اسهم نفس النوع ده بالظبط وبتوزع ارباح كويسه جدا، بس محدش يعرف عنها حاجه. عندك اسهم كتير قوي زي الاسهم بتاعت الاسمده زي ابو قير وموبكو والاسكندريه للزيوت المعدنيه. كل الاسهم دي بتوزع ارباح من 5 ل 10% على المساهمين بتوعها. طبعا انا عارف ومستني ان انت تيجي تقول لي 5% دي ما تعملش حاجه، بس في حاجه ناس كتير قوي مش واخده بالها منها في موضوع الاسهم اللي بتوزع عوائد دي، وهي ان العوائد دي بتزيد على مدار السنين لان انت راس مالك برضو نفسه بيزيد. يعني في امثله كتير قوي جوه البورصه المصريه بتوزع عوائد قليله بس عليت جدا خلال سنين قليله. وعندك مثلا من الليسته اللي انا قلتها لك دلوقتي دي، مثلا اللي استثمر فيها من 5 سنين وهي كانت لسه برخص التراب واسهم كانت كبيره ساعتها، بتوزع برضو 5 او 10%. الاسهم دي تضاعفت اكتر من 500%، فبقت ال 10% دي برضه تضاعفت نفس التضاعف معاها. طبعا انت تهت مني، انا هفهمك اكتر. دلوقتي لو في سهم ب 10 جنيه بيوزع لك جنيه واحد بس على الاستثمار بتاعك لكل سهم، فساعتها انت كده يعتبر واخد 10%. طيب السهم ده برضه مش بيبقى واقف في مكانه، مش بيبقى ب 10 جنيه، لا انت كمان السهم ده بيزيد مع زياده الاسعار او مع التوسعات او مع نجاحات وزياده المبيعات بتاعت الشركات دي. فممكن الشركه دي كمان سنه تلاقي السهم ب 10 جنيه ده هو نفس السهم بقى ب 15، بقى ب 20، بقى ب 50، على حسب طبعا الاعمال وطريقه النجاح بتاعت الشركه دي والاداره بتاعتها. فدلوقتي الشركه دي لو هي منتظمه على التوزيعات بتاعتها والسهم بتاعها وصل مثلا ل 20 جنيه، فانت بدل ما بتاخد جنيه بقيت بتاخد 2 جنيه. فانت فعلا بتاخد 10% على الاستثمار بتاعك، لكن انت كنت شاري ايام ما كان السهم ب 10 جنيه، فبدات بدل ما كنت بتاخد 10%، انت اكنك بتاخد 20% لان انت مستثمر ب 10 جنيه ودلوقتي بقيت بتاخد 2 جنيه. عايز اقول لك بقى الموضوع بيوصل لاكبر واوسع من كده بكتير قوي، ان انت تبقى مستثمر في السهم ده ب 10 جنيه بس، لكن السهم برضو بقى ب 100 جنيه مثلا او 200 جنيه ايا يكن، وبيوزع لك ال 10 جنيه برضو اللي انت كنت مستثمرها. فانت كده واخد الاستثمار بتاعك كله وغطيته وغطيت راس المال اللي انت دفعته كله، وعمال يجي لك ارباح اكتر واكتر ببلاش بعد كده. مفيش احسن من النوع ده من الاستثمار من وجهة نظري، بس لازم تكون ملتزم بيه لمدة طويلة وتبقى منقي شركات قوية جدا وكبيره في السوق. عامه يعني موضوع الشركات اللي بتوزع ارباح ده محتاج فيديو لوحده، لو في حد مهتم ممكن يبقى يكتب لي في الكومنتات. طب الاصل الثاني والنوع الثاني من الاصول اللي بتولد عوائد وهي العقارات لغرض التأجير. طبعا انا عارف ان الحته دي ناس كتير هتتخطاها علشان فاكره ان هو العقار لازم تشتري او تدفع مبلغ كبير جدا علشان تعرف تشتري عقار وتأجره، بس انا عايز اقول لك حلول تانية في الفيديو ده. طبعا ممكن يكون اقل عقار مثلا مناسب للتأجير دلوقتي عامل مليون جنيه وانت لسه بتبتدي حياتك، فانت مش قادر طبعا تدفع مليون جنيه عشان تاخد ايجار على العقار بتاعك. لكن انا عايزك بقى تبدأ تتجه للتمليك الجزئي او العقار بطريقه او بطريقه الاسهم، يعني ان هو تعرف تاخد جزء بس من العقار والجزء ده برضو بتاخد عليه ايجار وبيجي لك كل شهر. طيب انت تقدر تعمل كده ازاي؟ عن طريق كذا شركه. اول شركه وانا سمعت عنها كتير قوي لكن ما جربتهاش بنفسي، وهي شركه اسمها سيف وتبع بنك مصر. الشركه دي انت بتقدر
تدفع مثلا على الاقل 50,000 جنيه، وبتاخد عوائد بتوصل لحد 30% من الايجار. وبرده طبعا قيمه الوحده بتزيد خلال السنين، فانت برده بتكسب من الطريقين زي اي عقار بالظبط، ان العقار زاد فانت بتكسب عليه، وان انت بتاخد ايجارات من العقار ده. يعني العقار ده مثلا متقسم على 10 اشخاص، انت شخص منهم، والايجار اما بيجي هم بيقسموهم على 10 اشخاص دول. طبعا المثال ده للتبسيط، لكن ممكن الموضوع يبقى اوسع من كده. فانا ما جربتش النوع ده فعلا في مصر، لكن عايز اقول لك ان في زيه بالظبط واشهر، ويمكن هو الاول اتعمل، وسيف عملت الفكره دي من نفس الشركه بره، وهي شركه ستيك. الشركه دي موجوده بره مصر، بتقدر تمتلك عقارات او تمتلك يعني اجزاء من العقارات بره مصر في الامارات او في السعوديه. الاستثمار هناك بيبدا من كام؟ بيبدا من 500 درهم فقط. انت تقدر من 500 درهم تمتلك جزء من عقار في الامارات او في السعوديه، وساعتها يجي لك برضو الايجارات على حسب المبلغ اللي انت مستثمره ده، على الاقل 500 جنيه ومضاعفات. فانت حتى لو مش قادر ان انت تشتري عقار دلوقتي، انت مش مضطر تحوش مليون و2 مليون و3 مليون وهكذا، لا، انت تقدر تبدا النهارده باقل المبالغ. 500 درهم ده يعني حوالي 7000 ونص. وعايز اقول لك احسن طريقه ان انت تكبر العوائد بتاعتك سواء في الاسهم او في العقارات ومن الايجارات وهكذا، ان انت تاخد كل العوائد اللي بتجي لك دي وتعيد استثمارها تاني، فالارباح تزيد تاني، وهتلاقي ان انت فلوسك بتزيد بطريقه صاروخيه. غير كمان في نقطه انا ما وضحتهاش، ان انت ممكن تبقى شاري العقار او شاري السهم بتاعك على اساس ان هو بيوزع لك 5% 10% بس، وانت راضي بالمبلغ ده، لكن ما تعرفش ايه اللي ممكن يحصل. وممكن احكي لكم قصه حصلت معايا انا شخصيا، ان انت العقار اللي انت اشتريته ده او السهم اللي انت اشتريته ده جه عليه خبر ايجابي جدا، خلى سعر السهم او سعر العقار ده يزيد 3 4 اضعاف، وسعر الايجار برضو يزيد نفس الرقم ده. قصه حصلت معايا انا شخصيا، ان انا كنت شاري عقار في منطقه ناحيه الهرم وفيصل وهكذا، والعقار ده كان بيجيب لي رقم طبعا صغير جدا، عشان هي الايجارات ساعتها كانت عامله كده. حصلت المشكله بتاعت حرب السودان وهكذا طبعا، والناس اللي جت من السودان والفوج اللي جالنا من اخواتنا اللي في السودان يعني، وطبعا الايجارات زادت قوي، وكل الشقق بتاعت فيصل يعتبر بقت متاجره، وبقى في طلب كبير قوي على الشقق هناك. فسعر الايجارات بدون ذكر ارقام زاد ضعفين ونص. يعني لو انا كنت باخد 1000 جنيه على الايجار، بقيت باخد مثلا 2000 ونص على الايجار. بتاخد 10 اكنك بتاخد 25,000 بالظبط كده. الايجار زاد وانا ما كنتش متوقع. المهم ان انا بدات واستثمرت وخدت حاجه بتجيب لي عوائد. طيب عشان النقطه دي انا طولت فيها زياده قوي، هي تالت حاجه انا بشتريها وبستفيد من العوائد بتاعتها وبتخلياني اقدر استقل ماديا. الحاجه دي هي يعني زي بورتفوليو متنوع كده، عباره عن ان انا بشتري سندات على اسهم منوعه، او صناديق اي تي اف، او صناديق استثمار اللي ليها علاقه بالمؤشر، او ذهب، ايا يكن من الحاجات دي. الحاجات دي برضو ساعات بتزيد زياده كبيره قوي، فانا ممكن اقدر ابيع اجزاء على حسب احتياجي واسيب الباقي وهكذا، فاكن الموضوع بالظبط عامل لي عوائد. زي ما انت شايف برضو كده، مثلا الذهب في مصر زاد في اخر 3 4 سنين من 800 جنيه ل 8000 جنيه، فما حدش كان، ولا انا متوقع ولا حد كان متوقع الموضوع ده. فبرضو قدرت ان انا اكسب من الحته دي، ان انا كنت برضو منوع استثماراتي وحاطط جزء من في الذهب. حاجه تانية، السندات الحكوميه اللي موجوده برضو بتوزع ارباح قليله شويه، لكن بتبقى كويسه قوي ان انت لو معاك سيوله او صندوق طوارئ ومش عايز تصرف منه، فانت برضو حاطه في سندات ليها علاقه بالصكوك او حاجه ليها علاقه بتبع الشريعه الاسلاميه، بتجيب لك برضو عوائد، وانت فلوسك مش مضطر ان هي قيمتها تقل قوي يعني. وحاجه تانية برضو، صناديق الاستثمار اللي ليها علاقه بالمؤشر، عندك مثلا مؤشر اي جي اكس 100 اللي بيضم اكبر 100 شركه موجوده في مصر، زاد اكتر من 600% خلال اخر 5 سنين. يعني انت لو كنت حاطط 100,000 زمانهم النهارده 700,000، وانت حاطط رجل على رجل، ومش عامل حسابك طبعا ان انت فلوسك هتزيد 7 اضعاف. لو كنت حاطط مليون زمانهم النهارده بقوا 7 مليون. انت متخيل الارقام؟ كل ده عشان انت بس خدت قرار ان انت هتستثمر الفلوس اللي زياده عن حاجتك. اعتقد ده كل اللي عندي، وده كل اللي غير لي حياتي فعلا، ان انا الثلاث حاجات دول اللي انا دخلت فيهم فلوسي: الاسهم، العقارات، بورتفوليو منوع ليه علاقه بذهب، بصناديق استثمار، باسهم فرديه. كل الحاجات دي بجد غيرت لي مفهومي وغيرت لي عقلي وطريقه تفكيري بالفلوس. كنتش اعرف ان في حاجات كتير قوي بتقدر تكبر الفلوس بالطريقه دي، بس انا حبيت اشاركها معاكم النهارده واعرفكم ايه الحاجات اللي فعلا فرقت معايا في حياتي. بجد كل الحاجات دي زادت بطريقه غير متوقعه معايا. ايجار من العقارات زاد مره واحده كده من وانا مش حاسس ضعفين ونص. الذهب زاد مره واحده 10 اضعاف معايا.
العوائد من الاستثمارات بتاعتي في اسهم زادت معايا 100% في سنه واحده بس. يعني سهم مثلا لو كنت حاطط 100,000 جنيه فيه، في سنه واحده بقوا 200,000. والتوزيعات اللي كانت بتجيلي مثلا 10,000 جنيه بقوا 20,000 جنيه. الموضوع يا جماعه ممكن فاكرينه في الاول ان هو تافه او بيجيب لك عوائد تافهه قوي. انت بتبص ده بيديني 5%، ده بيديني 6%، لكن بعد كده انت مش متخيل بجد ايه اللي ممكن يحصل في الحاجه دي. الحاجه اللي انت اشتريتها دي ممكن بقى عليها طلب بطريقه جنونيه فسعرها زاد، وانت عشان انت مالك للحاجه دي فانت بقيت كسبان معاهم. لازم تبقى عارف ان الملاك بس او اصحاب الاصول بس هم دول الاغنياء، هم دول اصحاب الثروات. ما ينفعش ان انت ما بقاش معاك حاجه خالص، لازم تبقى من اصحاب الاملاك. لازم يبقى معاك شويه في الذهب، شويه في الاسهم، شويه في العقار. لازم يبقى عندك رجل في كل حاجه. اكيد في حاجه من الحاجات دي هتزيد مع الوقت، اكيد في حاجه من الحاجات دي هتضرب معاك. لازم بجد بجد تاخد القرار ده ان انت تستثمر ولو جزء بسيط جدا في الحاجات دي. انت هتعرف تكبره قدام. انت لو قادر تحط النهارده 1000 جنيه، بعد 5 سنين هتلاقي نفسك قادر تحط 10,000 جنيه، لان انت البني ادم الطبيعي ان هو بيزيد وبيتطور مع الوقت، والفلوس بتاعته بيزيد في شغلانته في ايا يكن. فهتلاقي ان انت لو مثلا حاطط 1000 جنيه وعرفت مثلا تكبرها بقت 2000 جنيه، المبلغ تافه النهارده، لكن بعد كده يبقى معاك مليون جنيه وعرفت تكبرهم بقوا 2 مليون جنيه. لا، الموضوع هنا يعني فرق، بقى حاجه تانية خالص. بقى يعني زي ما بيقولوا كده جيم تشينجر، يعني حاجه غيرت اللعبه خالص معاك. الموضوع والمستوى هيختلف في حياتك تماما. فانت لازم تبدا بالرقم الصغير ده عشان تقدر بعد كده تلعب وتستثمر بالارقام الكبيره دي كلها نصائح عن تجربه يا جماعه. وانا اشتريت في كل الحاجات دي، وكل الحاجات دي زادت معايا، وكل الحاجات دي فرقت معايا في حياتي بجد. اللي مش هياخد بالنصيحه دي يبقى زي ما بيقولوا كده اللهم قد بلغت. اللي مش هياخد بالنصيحه دي مش هيقدر يوصل لبعيد قوي في حياته. انا مش عايز اكون اوفر معاكم، بس انا بجد بجد حابب ان انا انصح الناس اللي مش عارفه عن الموضوع ده. لازم بجد يبقى عندك رجل في كل نوع من انواع الاستثمار، ولو قد كده. القد كده النهارده هيبقوا كتير قوي قدام. ده كان نهايه الفيديو، وانا اسف جدا جدا للاطاله. وفعلا لو انت وصلت لحد نهايه الفيديو ده انا اشكرك. وما تنساش اللايك. انا اول مره اقول الكلام ده. ما تنساش اللايك وسبسكرايب، واشوفكم في فيديوهات تانية ان شاء الله. ولو حابين اي حاجه اتكلم عنها في فيديوهات جايه كلموني. انا بجد عندي خبره في اي حاجه ليها علاقه بالفلوس وفي سوق البورصه بالذات. اكتبوا لي في الكومنتات ايه اللي حابين ان انا اتكلم عنه لو وصلت لحد نهايه الفيديو. شكرا ليكم ومع السلامه.